العبيد الشمالي. انت تشتغل عبيد، انت فلنجاي شغال انك انت بيباي فلنجاي شغال للعبيد. يا حبيبي اخوي العوض الكثير ما بتنفع، انت بيبي داير تتبع عليه انا ده يعني والله حبابك 10. نبى لا يا انا حبيبي امورك تكون طق تتبع عليه انا اللي قدامك ده. هاي بديك اي حاجه تتبع وانا من الاخوان هنا الجامع اسمع، الشريف. انا من هنا نديك ده مش شعر. لامك، ده كده انا ارسل نديك السؤال، ده مش شعر لامك. بس نسافرك. انا داير اديك معلومه واحده. اول اها حاجه، تفضل. كلمه فلنجاي ده انت قلت الزول اللي بيشتغل للجلابي عبد، وقلت الجلابي هاي ده هم الشماليين هم بتاع، صح؟ صح. اول زول ترى في التاريخ ده اشتغل مع الجلابي ده الرزيقي ده. لا انا ما اشتغلت مع شمالي. جدك ما ديبو ده كان موخي مع الناس ومتفق مع ناس اسماعيل الازهري داخل القاعه بانه يا اخي حق تحقيق المسير، بالليل مشوا لقوه قاعد في بيت كيتشنر بيشرب بيره، قاعد يكسر تلج اسمع اسمع للانجليز. كلامي. اجيب دقيقة داير اسأل السؤال. اجيب يا اخي انا دقيقة قاعد داير اديك تاريخ دقيقه. والله ما اتذكر لله. اسمع كلامي يا بيبي. بيبي. ما افهم انا داير اديك كلام. شوف، اها جدك قاعد مع ناس اسماعيل الازهري 55 داخل البرلمان اتفقوا على انه يا اخي حق تحقيق المسير بتاع البلد. بالليل قبضوا قال لك امك ما دي بدا اتروا كده قبضوا قاعد مع الخواجات قاعد يكسر ثلج. يا اخي اسمع كلامي، دخل لي اسئله. دقيقه لا ما علينا عبد نوريك العبوديه كيف. اثنين هاي انت عابد، انت عابد. اثنين مثلا اسمع الصادق المهدي ومرغني ديل مش الجلابه ذاته. جدك عبد الله التعيشي برضه كان معرس بتاع مهدي، ده قال لك كمان بيشدوا سيبها بس كيس بتاع يا سيبها حبيبي بتاع المهدي. اسمع كلامي يا بيبي. دقيقة يا انا بيبي قال له دقيقة. اسمع كلامي، انت الطارة ما بتنفع. دقيقة دي ما دارس دي تواريخ. دقيقة، جدك الثاني شوف جدك الاول قبضوه في بيت الخواجي قاعد بيشرب نبيذ بالليل وبيكسر الثلج للخواجي، وجدك الثاني بيشيلوا ابو كركو بتاع سيبها تلالو بتاع المهدي. والثالث بداية لك ذاتك، اسمع بداية لك الثالث بس سؤال. الصادق المهدي شاكل مع الجنوبيين بس عندك كم كده سنة من وبس. امك؟ رسل عندك كم سنة؟ المراحيل موسى هلال جاي يشتغل مع نفس الجلابي ده، يشتغل مع الرص بعده جاي متي يشتغل لغايه 15 ابريل. كانوا شغالين شنو يا ترى النازل؟ هسه انت يا اخوي، انت هسه بقيت تدخل لنا بعد ده نظار وعمد وكلام زي ده. وده انت الحقيقه تاني التاريخ خلاص. لا يرحم. التاريخ لا يرحم. انت ذاتك انت وين؟ انت اسف طيب الزمن ده انت وين؟ اسمع ود الحمر ود الرزقات انتوا الاثنين القدامي هسه ده. انتوا مش قلت انت كنت عندك 9 سنه في الدم سري. هاي انت هسه قبل 15 ابريل ده عبد بتاع جلابه. كيف؟ كيف ده كيف؟ عديل كده. كان كباش ازرق ولدنا ده يجي ماجي ده تقول سعادتك تب تدق كرة. كان برهان الجلابي ده يجي ماجي تدق تبع تب. كان بيرسلوك كلام امشوا انتوا اقفلوا المحور بتاعت الاذاعه، علينا دايرين كروزلين ارتكاز يودوك خطوك هناك تاكل تلبس لبس 5 وتاكل عدس على اوامر من الجلابي ذات. الليله يا عبوديه انتوا جايين تورونا هنا. انت مبدأك وين؟ انت مبدأك وين؟ ان احنا والجلابي، ان احنا الفلنجات والجلابي حقنا اللي انت قاعد تقوله ده. طيب انت كحركات ليك مبدأ وليك زي ما بقولوا والله يا حبيبي انت دشت. شوف انا عندنا حاجه اغنيه مشهوره بقول لك الفريدو فرد دقس بيجي غيره بعمل مرقص. كويس ايوه. انت كنت يعني في علاقه دقيقه عشان افسرها لك بطريقه سياسيه. انت كنت في علاقه بتاعت حب مع الجلابي، فانت دقست توالي اتشلبت. كيف؟ انا مشينا عملنا سلام وانت مشيت تفتش يعني ما عارف. حبا في الوطن. لا ما حبا في الوطن. لا ما دقيقه، المهم حبا في الوطن هاي ما مشكله. انا جينا جوبا وقعدنا وعملنا سلام. بعد انا عملنا سلام مع الدوله، انت مشيت نقصت الدوله، انت عملت حرب، انت دقست قربت علاقتك مع الجلابي. انا كمان على حسب التوقيع بتاع اتفاقيه جوال صلحنا علاقتنا مع الجلابي. زي ما زمان انت كان واقف مع الجلابي وتدقنا، انا برضه الان كجلابي حليف استراتيجي بالنسبه لنا وشركاء في الوطن. وانت طلعت متمرد، انت زمان قاعد تحاربنا علينا كحركات مش عشان اتمردنا على النظام. هاي انت اللي اتمردت على النظام ندوق ابو اهلك ذاته. انا بس كده طيب ما عملنا حاجه كثيره يا اخي. اسمع كلامي. طيب بس كده ما خلاص كده كده احنا ما حبايب. لا لسه حبايب وين؟ انتوا حقنا 20 سنه، انا داير نتفلقن 20 سنه يا اخي، نتطارص 20 سنه وندوق معه باللي 20 سنه. لا حبايب وين يا زلمه؟ اسمع يا بيبي اسمع
يا حبيبي يا بيبي انا خليك طيب انا اقول لك يا بيبي يا بيبي امم انزل الميدان عليك الله تعالى، انزل الميدان، اي انزل ما الميدان. بيجاز الدم فتح يا اخي خليني انا انزل الميدان ولا ما انزل، هو النضال ده ما كل الناس بيجوا الميدان، اسمع. ما مشكله. لكن انا داير اقول لك انه انا داير افهمك حاجه واحده، ما بيجاز انا داير افهمك انه اسمع انت زول قاعد ما اختلفت نازل مع عندي النظام. اسمع قعدت ما نازل يا عندي اخي، يا اخي اسالك سؤال انت كقطاع مسري، انت زمان كنت بتحاربنا لشنو؟ زمان علينا كنا حركات، مش عشان علينا متمردين على الدوله. الدولة دي كان غشانة باسم الدين اخوي علينا مش اتمردنا على الدوله، انت جد دقيتنا دقيقة. بجدادنا كان ذاته باسم الدين. وخصمتهم. هسه انت ذاتك لكننا اتمردت باسم على الدين. الدوله. وانت هسه بتتكلم الجيل الاسي حاليا في الدعم السريع ده بيه محمد حمدان ما داوسك انت كحركات يا زلمه اخوي هوي انت اتمردت على الدوله أيوة. وانا الان دوله ها؟ نتعامل معك طيب. كمتمرد. انت الان كدامي أنا زي أسألك. متمرد. منك طيب طالما انت داير تبي تنضاف للقوات المسلحه انا لما ندمان نجيب زمان مالك. يا اخي انت يا اخي معقوله قبل انا ما لو تنضم. القوات المسلحه هسه من اننا عيال تيمان ذاته. ما قبل الانضمام انا كلامك ده قبل الانضمام لا انضمينا خلاص. قبل الانضمام انا هنا قبل سريع الانضمام. التصقنا. ها يا حبيبي لا شغله ده ما انتوا عملتوه قبل كده يا جماعه، وقد يجي عليكم ببدا يا حارت كيف؟ ما هو شغله نفس الحاجه اللي انتوا عملتوها ده، انا ما جبنا حاجه جديده يعني. والله اسمع اسي تجي انت وجيشك وحركاتك الركب ده شغال ومستمر أيوة. لكن احنا زعلانين ما على حاجة عندنا واحدة. مشكله والله يا ما أخي. عندنا اسمع دقيقه علينا زعلانين على ذاتنا ما حاجه عندنا واحدة. مشكله والله، لو بقينا لكم زعلانين على حاجه واحده شوف لو بقينا لا، لكم لا. صغار ده اركب انا احنا زعلانين على حاجه واحده بس ما تزال ثاني على الله. زعلانين قول لي في شنو؟ في شنو؟ هسه احنا دارناكم تختاروا محور انتوا كحركات تعالوا داوسوا براكم، لا يجي معاكم جيش لا يجي معاكم دراعين لا براؤون ولا اي حاجه، تعالوا بمحور براكم انتوا كحركات. انا دارينكم ما تبقوا لنا درع بينكم وبين بيننا وبين الجيش. لا خلوا لنا اله الجيش الا الله، انا لازم نبقى لك دري كمان. يلا يا طيب اجيب اوريك يا اخوي. دكتور خليل ده أجيب طلع، من اسمع، زمان. دكتور خليل ده طلع من الصحراء، جا غاشي خرطوم ده قابل قريب 8 هناي كمين ده، ال8 كمين ده كله دامي سن. ايالنا زمان وقت من ليبيا جو خاشين سودان برضه زي 9 كمين في الصحراء ده كله دامي سن. ايالنا اللي كانوا بيجوا ماشيين في غوزدونغ وماشيين وين اللي كانوا بيجوا بقاتلهم كله دامي سن. انتوا الزمن ده كان شوف زمن ده انتوا كان ما تبقوا لنا حاجز بيننا وبين الجيش. خلونا انا نشاكلوا مع الدوله، انا عندنا حقوق في الدوله ده وقاعدين نطالب بها. انت جيت وقفت الليله دي تقول قال خلي الجيش يقعدوا برام؟ لا 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 تاني ما في جيش بيقعد برام. جيت الخوي لقيت كمين نفس الكمين الزمان ولا اختلف؟ اخوي هوي تاني ما في حاجه بقول له الجيش خلوا لنا براو ده تقف بيننا وبينه، ما انت وقفت بيننا وبينهم 20 سنه. ما مشكله تعال انت وجيشك وحركاتك انا كلامي ده ما تفرزنا جايين الربيع ذاته جايب يوم ذاك بكورك بقول تعالونا بنكر حركات يا اخوي. انا في اي محل قاعدين زي الملح منى بدون ملح ما بتاكل. تكمل اسمع في النهايه بتكمل والله بتكمل يا ثلاثي اخوي خلينا نكمل وزاد الدنيا ده انا ما موخين فوق الكونتر دايم يا اخوي. الدنيا ده ذات انا دايرين نكمل، لكن نكمل وبعد نكمل ناس. ما المشكله انت يلا حبيبي هسه دار تيجي تشارك مع الناس ديل ولا بس تتكلم لين برا زي ده بس؟ انا من الناطق الرسمي بتاع الحركات المسلحه والجيش السوداني، وانا ما هو الحرب ده اعلام والحرب ده معارك والحرب بطولات، وانا اقول متصلين يعني. انت الناطق ما الرسمي، تجي تداوس معهم صح؟ الناطق الرسمي يعني. انا الناطق الرسمي باسم الدوله السودانيه ده ذاته الجيش السوداني انا اسمع انا كقوات والكيزان. انتوا مش بتحاربوا في الكيزان، انا براؤون وانا ككلاب كلهم ديل انا الناطق الرسمي بتاعهم. اسمع دقيقه الشغل اللي حصل في الخيرات يوم هذا رايك فوق شنو انت؟ يا اخوي سلام عليك. انت كجنجويتي ما قاعدين ندخلوك في الصراعات الداخليه ده حاجات بتخصنا هنا. ما عندي حاجه اتكلم يعني؟ لا ما عندك لك تتكلم كيف؟ انت جنجوي. تفضل يا نزار ود البلد نديك فرصه ونمشي للدعامه الفوق ده. السلام عليكم ورحمة الله كل وعليكم السلام ورحمة. طيب أنا أخواننا ديل أخونا الحمري وأخونا الرزيقاتي البهينة ده أكون ما غلطة معلش أنا شغلي حار جدا الما بيتحمل طوالي لأنه أنا كلامي حار الجاي. أنا بتكلم معاك أنت شاب سوداني، ما بتكلم معاك أنت رزيقاتي ولا شيطاني، لا أنت سوداني وأنا سوداني
بينفع كلامي حار. اول حاجه انا بس دخله صغيره لعبد السلام ده هنا ده. عبد السلام قلت بعرسه ولا زي ما انت اختك دي اختنا. بعدين حميتي ده ما افريق، شعره طويل، بناته نحن بنعرفهم ونسوانه بنعرفهم الاربعه. اكلنا في صينيه واحده انا ده معه. كلام هذا عيب، دي تعبئه قبليه غير ما بتجيب كراهيه بين الناس. ما في حاجه. حديك حاجه انت ما بتعرفها. الخرطومه اللي انت شفتها دي فيها كل السودان. اي زول عنده قرشه، عنده استثماره، عنده تعليمه، علم اولاده. الناس اللي شايفهم انت بانين عمارات ديل ما من محله واحده، من الجزيره ومن الشماليه ومن الغرب ومن دارفور ومن الشيطان الاحمر ومن النيل الازرق. دي عاصمه حق الزول. الناس اللي شايفهم ديل اولادهم عمال ومزارعيه والرواعيه، ربوا اولادهم علموهم. الخرطوم اللي انت شفتها كافوري دي 99% منهم مغتربين. انا واحد منهم. ابواتنا اشتغلوا مزارعيه، بيرفعوا هدوم اللي هنا بيزرعوا جوا البحر. بتتكلم عن التهميش واخواتنا في مناطق في كردفان ودارفور بيلدوا بالحبل. نحن ذاته الحبل ما عندنا. نديك كلام بالعربي كده. حلفه اللي اتكلمت عنها من الشماليه واللي قدام دي، نحن الحبل ذاته يا ولدي ما عندنا الحبل ذاته. البشير ده وقت سقط الجعلين ما شالوا، مشوا قالوا والله سقطوا ولدنا. ده ما رئيس جمهوريه يسقط هو ويجي غيره. عمرهم ما قالوا نحن سقطوا ولدنا. وزمان نميري وقت وقع ما طلعوا ناس مدني وضنقوا قالوا سقطوا ولدنا، لانه ما نافع. الشعبي ما دايره، انا ما دايره وانت ما دايره والدنقلاوي ما دايره والجعلي ما دايره. ده رئيس جمهوريه ده ما حق زول. فاهم اللي بيجيشوك بيه ده فاهم خاطئ. اول حاجه كده نقول لك حاجه واحده بس، والله نحن نقول لك حاجه واحده، احنا سودانيين. كلام المشروع بتقول فيه ده ما حقي وما حقك وما حق اي زول. دي اسره جابوها مقاوله تشتغل المشروع ده زي الاسره الموجوده في الخليج جنبك دي. اسره فلان، الملك فلان والضمير فلان بينفذوا مشروع اسمه المشروع الابراهيمي. والله كان قلت لك تفوت، اقسم بالله تفوت. ده مشروع بيسموا الدين الفخفخينه، بتعرفوا يعني شو فخفخينه؟ يعني دين خلطه، فول بالجبنه بالطعميه. الديانه الفلانيه والعلانيه نحن كلنا بنعبد ربنا، تعال نقعد في الدين ده واحد. ده برضه ما مشروعنا نحن انت تنصاب. انا ده شخصيا ده احساسي ليك، انا من الشماليه، شمال ذاته غيري قدام ذاته ما في. انت تنصاب والله زي الدغرغر جوا عيني دي، لانه انت شاب من اولاد السودان. انا ممكن يكون عندي اخوي اللي اصغر منك قدرك او انا ولدي يبقى قدرك. انتوا اللي بتعملوا البلد دي، والبلد دي مستقبلكم انتوا، ما حق زول تاني. انت اللي بتبقى ولدك كان ما اتعلمت او ما صابك تعليم بتربي ولدك يا ولد بقى دكتور وبقى مهندس وبقى وزير عشان يعمر البلد دي. ده الفرق بين فهمي انا في الشمال وفهمك انت. انا ما عندي مشكله يحكمني دقل ويحكمني اي زول في الدنيا، ما يسرق، يعمل تنميه، ما يعمل لي مشاكل اجتماعيه وقبليه، ما يجيشني بالقبيله. كله ما هبشوا يجري للرزاقات، وكله ما هبشوا القضيه والقضيه وانتم مهمشين. وانت همي شافوا وين؟ عنده ستة ما عنده زول كان قاعد ساي. انا بتكلم معاك بالعربي، قلت لك لو ما بتتحمل فوق طوالي. زول كان حرام. انت شايل قروشك انت ده ابشعر ده حسي ده شعره كتير ده شايل قروشك انت ما قروشي انا. شايله من جبل عامر ومن سونجو. انا بعرفه من ايه؟ انا بعرفه من كونه. اسمع الكلام ده. عبد الرحيم بيعرف بيسمع فيني انا بيعرفني بشكلي ده. عبد الرحيم بيعرفني وادريس بيعرفني وقبه بيعرفني بشكلي ده. كله حرانه وبيه بالجنبنا ده بيشغلك بها. انت بيستثمر في حوجتك، بيستثمر في قبليتك اللي تربيت بها. انا الحمري وانا الرزاقي. رزاقي شنو؟ وحمري شنو؟ حلفاوي انا ذاته شنو؟ محزي شنو يعني؟ اسامي ذات ده كله كذب. اي زول بيجي بيقول لك انا عندي حاجه، انا ماشي بها للناس، انا ماشي بها للناس. فاهم الكلام ده؟ اي زول عنده حاجه ماشي بها لزول عشان يسوق بها زول. انا بسوقك بامي وبخالي، وده بسوقك برئيس قبيله، وده بسوقك بولد عمتي. ده كله كذب،
ده كله كذب ساي. ما رقوا فاتوا وهجروا ولا شنو؟ قال لهم اجروا. ما يقدر يجيب واحد فوق، تعال فوق تاني ما لك جرت يا اخوي. ده كله كذب، ده كله استهبال. ده الذهب ده قاعد يستثمر وساقك انت بالذهب ده عشان يستغل حوجتك. اسمع كلامي من تحت يا وجه انا ما اسمع، عشان يسمع كلامي من تحت. فهمت يا الكلام؟ وجه. ايوه تعال فوق يا حمر يا اخوي. تتكلم عن مناطقك انت في غرب كردفان وفي شمال كردفان، اقسم بالله دي الجنه عندنا في الشماليه نحن. اولاد المسيريات فوق، انا اشتغلت في المسيريات 11 سنه. مين ابو اللكري؟ ليه الصنوط؟ ليه الوروار؟ ليه ام بتيخه؟ كله والله العظيم العزه شايفينه مطارات. انت بتقول بيسفروك وين؟ احنا عارفين بيسفروك وين. سفروك بمطار بليله. البنو عندك مطار وعندك طريق دايري. بتتكلم عن مويه قال ما صالحه، يحفروا لك مويه من وين؟ نحن مويه ذات الفرعون اللي شفته في القران ده، ونحن ما عندنا مويه الان 2025 ما في مويه في حلتنا، ونحن على نظام بيزرة. كويس. نحن ما عندنا مويه، ما عندنا. ضرب لنا عندنا مهمه، سحبوا ناس جوفاني وجبريل وقبه ودوا لغايه بهناك يخطوك قدامهم. وديل ما ادري زي قاد، ديل مر زي قاد. ما ولا المحاميد ولا المهريه، دي قبائل عزيزه في السودان. ده زول استثمر في الفقر بتاع الناس وفي جهل اولادنا ديل، ودي نقطه ضعف خلقتها.